هو مين اللي يكشف الكنوز في فريقك؟ كل شوية بتفكر تعين حد جديد، تفتح إعلان، تدور، تصرف وقت ومجهود وفلوس. طب ما تبص حواليك الأول، بص على اللي عندك جوه الشركة. في ناس ساكتة بس جواها طاقة جبارة. في حد بيشتغل في صمت وبيقدر يقدم أكتر بكتير لو حد شاف. وهنا بيجي دور التشينج ايجنت، هو اللي بيشوف الكنوز اللي موجودة في فريقك ويعرف مين عنده شخصية قيادية، مين محتاج فرصة، مين ممكن يلمع لو اتفتح له الباب الصح. مش كل حل لازم يجي من بره، اوقات الحل الحقيقي بيكون موجود جوه بس مستني اللي يكشفه. اللي تشينج ايجنت مش بيشتغل بطريقه ننقص حد ونعين حد، هو بيفكر بطريقه مين يقدر يغطي الدور ده في الفترة دي، مين ممكن يتطور ويبقى أفضل. التعيين مش دايما هو أول خطوة، التمكين هو اللي ممكن يكون البداية الصح. وده مش كلام تنظير، دي شغلته. بيفهم الناس ويشوف طاقتهم وبيخلق فرصة جوه الفريق نفسه. خليه يدور لك، هتتفاجئ باللي هتلاقيه. الكنوز موجودة بس محتاجة اللي يحفر صح. أنا حاتم حافظ، تشينج ايجنت.